عليا، اتهجمت عليا امبارح. فاكر اللي في بيضرب ابويا. له ايه؟ المهم جينا يوم الجمعه اللي هو النهارده، يعني بعد الصلاه كان في علاج انا نسيت اجيبه لبابا ووالدي. والدي عنده 66 سنه، اكتر من 66 سنه. عنده السكر، سكر طبعا في حاله متاخره، وعنده القلب وبيغسل كلى. غير ان هو اصلا عنده اعزكم الله يعني مرض اسمه ايه الرعاش ده، مرض ايه يا ربي اسمه، مرض الصرع. ومرض الصرع ده بنجيب له علاجه يعني مخصوص من التأمين، عشان علاجه بره غالي. فده العلاج احنا كنا انا للاسف نسيت اجيبه. انا في كام علاج كده سبتهم في البيت، كنت فاكره ان ده مش تبعنا، فانا نسيت اجيب العلاج ده. فاحنا رحنا انا وبابا النهارده، خلصنا صلاه الجمعه، يعني بابا خلص صلاه الجمعه وقال لي رحنا ننزل، جاب العربيه بتاعتنا وقال لي تعالي نروح البيت نجيب حاجتنا. اجيب بقى الحاجه اللي في الفريزر وحاجات يعني بقيه العلاج، ونجيب القطه ونيجي. انا وبابا بس اللي رحنا. رايحين لقيناهم غيروا القفل بتاع باب الشارع وعايزين ندخل، مش عايز لقينا عاصم ده بقى نازل لنا، امشوا بره محدش هيدخل، احنا عايزين ندخل نجيب علاجنا وهنمشي مش هنقعد، مش هدخل حد. واسلوب قذر جدا. وبعد كده كان في واحد واقف جنبنا اسمه سعيد. سعيد ده يبقى عمهم، عم عاصم وعلي وحماه. تمام. راح فتح الباب زي ما شفت في الفيديو، فتح البيت دخل سعيد ومرضاش يدخلنا. بابا زق الباب يقول له انا عايز اطلع اجيب علاجي، يقول له انا مش هدخل حد، امشي امشي من هنا، وفضل يزعق وكده. عم سعيد بقى ده او سعيد فضل يكلم بابا بيقول له استنى يا حاج انا هطلعك بس استنى. واحنا واقفين ما بنعملش حاجه. لقينا في ثانيه الا ثانيه لقينا عاصم غريب ده بيتكلم مع اخوه علي بيقول له تعالى بسرعه غريب، الحاج هنا، الحاج غريب هنا. والله يا استاذ كريم انا اقسم بالله مش فاهمه، احنا مستنيين نطلع، احنا واقفين ساكتين مستنيين بس نطلع الشقه. في دقيقه يعني ما كملناش دقيقه لقينا علي ده هو وقلاضيشه جايين، هو والرجاله بتوعه جايين الحاره. دخل بقى على والدي زي ما انت شفت في الفيديو، بيقول له انا مش قلت لك ما تعتبش هنا، انا مش عارف ايه، انت ما بتسمعش كلام بابا. قال له هتعمل ايه يعني، بابا مش قادر يعني، بيتكلم معاه وبيترعش، مش قادر تعبان لانه ما كانش واخد العلاج الصبح. راح زي ما انت شفت كده ضربه قلمين. انا اضطريت ان انا استحمل واصور اللقطه ديت عشان تبقى اثبات.